يعتبر سيد القمني قامة من قامات الفكر العربي، ومن أكثر المفكرين العرب إثارة للجدل، لا سيما أنه خاض في أهم ما يشغل الإنسان العربي، وفي الموضوع الذي تتمحور حوله الذات العربية والإنسان المسلم على وجه الخصوص، ألا وهو الدين والتراث الديني الذي كان شغله الشاغل طوال سنوات حياته. هو المفكر العلماني الذي كرس حياته لمحاربة الجمود والانغلاق، وتناولت أبحاثه ودراساته ملفات التاريخ الإسلامي، فاعتبره البعض باحثا في التاريخ الإسلامي، بينما هو وبحسب قوله استخدم المنهج التاريخي المادي إنجلز المدرسة الماركسية، وقدم دراسة سيسيوتاريخية للسيرة النبوية، فدخل في حرب مفتوحة مع تيارات الإسلام السياسي وصارع ضدهم على جبهات عديدة. في برنامج مختلف عليه الذي كان يقدمه على قناة الحرة، الأستاذ والإعلامي المعروف إبراهيم عيسى يقول الدكتور القمني: اهتممت بالأديان الثلاث والمعارك حصلت لأني أقول رأيا مختلفا، فيرد الشخص الكلاسيكي ليرمي علي اتهامات كثيرة أفظعها الكفر وأقلها عدم الفهم. أما في عام 2005 أصدر تنظيم القاعدة في العراق رسالة تهديد له بالقتل نشرت على الإنترنت، وعلى إثرها كتب القمني بيان اعتزال ليحمي عائلته أرسله إلى مجلة روز اليوسف، وتحدث عبر مكالمة هاتفية لموقع إيلاف تناقلتها وسائل الإعلام آنذاك، أعلن فيها عزمه اعتزال الكتابة والتبرؤ مما كتب، لكنه كان خطاب توبة مؤقتا لم يستمر طويلا، حوالي سنة ونصف، وفي خضم معركة شد الحبل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية، منحته وزارة الثقافة المصرية جائزة الدولة التقديرية عام 2009، وكان في ذلك اعتراف علني من الدولة بجهوده ومجهوده الفكري والبحثي وما قدمه للثقافة وللمجتمع المصري، مما أغضب الإسلاميين حينها لا سيما في مصر، لتعود وتتجدد الحرب بينه وبينهم، إلى أن تعرض في عام 2016 لدعوة قضائية تتهمه بازدراء الأديان، لكنه برغم كل ما كابده ظل حتى رحيله عام 2022 أحد أبرز المناضلين العرب في سبيل ترسيخ العلمانية. يقول القمني وذلك في حديثه مع صحيفة ميدل إيست تايمز عام 2010: إن بداية ولعه بالتراث والتاريخ الإسلامي جاءت بعد هزيمة 67، فالهزيمة بالنسبة له لم تكن إخفاقا عسكريا فحسب، بل ترجع إلى ما هو أبعد من ذلك، فجذر المشكلة متأصل في الإطار الفكري الإسلامي وليس العروبي. من هنا جاء اهتمامه بالديانات الإبراهيمية الثلاث وعلى رأسها الإسلام، متوخيا المنهج النقدي التاريخي في تحليل السردية الإسلامية، ومن هنا جاء دفاعه أيضا عن التراث القديم، تراث الأسلاف الذين هم جزء من هويتنا التاريخية والحضارية، معتبرا وفق ما قاله في كتابه الأسطورة والتراث أن إلقاء التراث القديم في سلة مهملات التاريخ سيكون جريمة لا تغتفر بكل المقاييس، سواء كانت تلك الدعوة مقصودة أم بحسن نية،
من حيث كونها تساهم في قطع الحبل السري لهذه الأمة برحمها الأصيل. كتب الدكتور القمني كتبا كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال الأسطورة والتراث، حروب دولة الرسول، قصة الخلق، أهل الدين والديمقراطية، الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية، رب هذا الزمان، الدولة الإسلامية والخراب العاجل، وكتبا أخرى، إضافة إلى الكثير من اللقاءات المتلفزة والمحاضرات التي ألقاها داخل مصر وخارجها. كما لقب بفولتير العرب لإسهاماته الكبيرة في فتح آفاق التفكير المنطقي والعلمي، ولكتاباته التنويرية بصورة عامة، لا سيما أنها تزامنت مع مرحلة المد الإسلامي في مصر والعالم العربي، ولوقوفه في وجه الفكر السلفي والحركات السياسية الأصولية الدينية، فكان أحد أهم وأبرز المناضلين العرب المنادين بالعلمانية، وتعرض إثر ذلك للكثير من التهديدات وحملات التشويه والتكفير. أما بالنسبة للتراث من وجهة نظره، في حواره مع قناة الحرة في برنامج تقرير خاص عام 2018، فيرى أنه تجمد منذ 1000 عام عند القرن الرابع الهجري، لم يتطور ولم يتجدد، وهو المصدر الرئيسي لتفكير المواطن العادي الذي لا يلجأ إلى العلوم الرياضية والطبيعية لحل مشكلاته، إنما يلجأ إلى الدين. كما صرح أن كل الدعوات السابقة لإصلاح التراث الإسلامي باءت بالفشل، لأن هناك قوى تتمثل بالمشتغلين في الدين والسياسة من أهل السلطة لها مصلحة في إبقاء الحال على ما هو عليه. بحسب كتابه الأسطورة والتراث، يذهب الدكتور القمني إلى أن هناك عوامل عديدة تقف وراء التمسك العنصري بالجنس والدين والجذور القومية. ذلك التمسك الذي يتمثل بحسب قوله في حنين حاد للماضي، جاء كرد فعل طبيعي إزاء فترة طويلة من الاحتلال الأجنبي، مع ما أنبأت به مرحلة ما بعد التحرر الوطني من فشل في مشاريع التحديث وإقامة مجتمعات عصرية، وما لازمها من فشل آخر منيت به التوجهات العلمانية في إيجاد مرتكزات جماهيرية لها. كما من وجهة نظره يمكن اعتبار وجود إسرائيل وما أحدثه ذلك الوجود من جرح في الهوية الدينية والقومية العربية أحد أهم العوامل الأساسية في توجه العرب نحو الماضي، لما شكل ذلك وبتعبير القمني من خطر وتهديد مستمرين وجرح غائر نازف دوما في الكرامة الوطنية. لكن هناك أسباب أخرى دفعت المسلم العربي إلى التوجه إلى الماضي، ومن تلك الأسباب كما يعلن هو العجز في مجابهة عالما لا يمكن مواكبته إلا بلغة العلم والتقنية وباستثمار العقل إلى آخر ممكناته، حيث خلاف ذلك يصبح تفكير المسلم يخالف تفكير العصر، لأنه يتحرك بمنطق 1000 عام مضت وفق تعبيره، ويسير متخبطا داخل فوارق حضارية وعلمية شاسعة، مما قد يخلق فضلا عن التخلف المعرفي حالة يسميها القمني بالحقد الحضاري، حين ينظر العربي إلى حالته ويقارن نفسه بالدول
المتطورة والمتحضرة. كما يعتبر القمني أن مشكلة الإسلام الأساسية من وجهة نظره هي رفضه التخلي عن فكرة الصلاحية لكل زمان ومكان، فالعالم في تقدم مستمر، ولكل عصر أسئلته ومشكلاته المستجدة، فلا يمكن أن تجلس في خيمة أو تحت شجرة نخيل بعقلية تعود إلى ما قبل 14 قرنا لحل مشكلات راهنة. يقول مثلا في محاضرة بعنوان جذور العنف الديني في ندوة لمنظمة أدهوك في بروكسل عام 2016: عندما عجزت الأديان عن حماية البشرية وظهر منهج التفكير العلمي والصناعة والاختراعات والاكتشافات، تمكن العلم من إيقاف الكوارث التي كانت تصيب البشرية برغم وجود الأرباب والأنبياء والرسل طوال التاريخ. فالعلم حقق الرفاهية واخترع اللقاحات التي عجز عنها الأنبياء. كما اعتبر في مقالة له بعنوان الإسلام والحضارة أن الحضارة هي منجز إنساني مفتوح ساهمت فيه البشرية من كل ملة ودين ولون وعنصر، ولم يقم يوما الدين بصناعة حضارة بحسب رأيه، فهذه شؤون إنسانية بحتة. فالحضارة تقوم على قدسية العقل البشري والثقة بممكناته وطاقاته. في تعريته لبنى العالم العربي السياسية والثقافية وتشابكها الحاد مع الدين الذي يدخل في كل تفاصيل كل شيء في حياتنا، من المدرسة إلى الإعلام إلى البرلمانات وحتى إلى مهرجانات السينما، كما شاهدنا مؤخرا مثلا في مصر الصلاة على الموكيت الأحمر في مهرجان القاهرة السينمائي. لم يعد خافيا على أحد المصالح والخدمات المتبادلة بين الدين والسياسة، أو كما يقول القمني بين الأزهر والسلطان، حيث أوضح في لقاء شهير له عبر قناة الجزيرة الفضائية من خلال برنامج الاتجاه المعاكس ذات لقاء بعنوان من الذي يهدد الديمقراطية في العالم العربي، بقوله: إننا مرضى بانعدام الديمقراطية وبعبادة الدكتاتورية. وأضاف: كل منا دكتاتور، هو عبد للسيد الدكتاتور، ودكتاتور على من هو أقل منه ويستطيع أن يكون سيدا له. كما لطالما حذر من استثمار الدين في السياسة أو استغلال السياسة للدين، رغم أن هذا التداخل بين السياسي والديني قديم قدم الإسلام نفسه، حيث يقول في نفس لقاء قناة الجزيرة: إن إدخال الدين في السياسة يضر بالدين ويضر بالسياسة ويضر بالمجتمع والديمقراطية. ويسوق مثالا على ذلك حدوث فتن وحروب مثل كربلاء ومعركة صفين، وعن انقسام الإسلام برمته وفق تعبيره، إذ لم يعد خافيا على أحد أن انقسام الإسلام نفسه ليس لخلاف ديني عقائدي جوهري، إنما لصراع على السلطة، ذلك الخلاف الذي مات على إثره الكثير من الخلفاء قتلا. كما اعتبر القمني أن المجتمع العربي يقع أسيرا بين مطرقة الإسلاميين وسندان قوانين ازدراء الأديان من جهة، ويتصارع عليه أسر حاكمة وحكومات عسكرية أو ديكتاتورية إسلامية من جهة ثانية. عن مسألة تجديد الخطاب الديني، تلك الجملة التي أصبحنا نسمعها
كثيرا لا سيما في الآونة الأخيرة، وخاصة في مصر. يعلن القمني أن إسلام اليوم ضد العلم والفن، مثلا بحسب قوله كما يقول بعض الإسلاميين: الموسيقى أزيز أبواب جهنم، وضد المواطنة التي تعتبر منتجا غربيا، وهو بالتالي ضد الدولة الحديثة، كما يرى أن ما يعرف باسم تجديد الخطاب الديني ليس إلا مادة للاستهلاك الخارجي وليس المحلي، فهو خطاب موجه للخارج أكثر منه للداخل، كما يعتبر أن الأزهر بين مزدوجين مصدر الإرهاب، كما يقول، بمناهجه التي تدرس في قاعاته الممتلئة أو بمناهجه التي تدرس في قاعاته الممتلئة بالجيل الشاب، فهو كما يصفه يعادي كل ما هو حديث، يعادي الحداثة ويتمنى زوالها ودمارها. كما أن وبحسب قوله أيضا رجالهم على المنابر يدعون بالويل والثبور وعظائم الأمور، ويسخر من الفكرة التي تظل على ألسنة أصحاب الفكر السلفي وغالبية التيارات الإسلامية بما يحاك من مؤامرات على الإسلام، إذ يقول: نحن أقل دولة في العالم علما ومعرفة، نحن شعوب الله المتخلفة تجتر التراث وتعيش على هامش الأمم. كما يرى أن مجرد الحديث عن دولة إسلامية هو خيانة للوطن، الذي بحسب القمني فيه عناصر أي الوطن وديانات مختلفة وقانون سار، كما أن هناك أحاديث يخجل الإنسان من قولها، سواء بما يتعلق بالقيم الأخلاقية أو تكفير الغير بحسب قول القمني. أما فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية فيوضح، إذ يقول: لا يصلح أي عنصر فيها للتطبيق اليوم على الإطلاق، كما أنه لا يمكن أن نقبل في القرن 21 أفكارا عن العبودية والرقيق وملك اليمين وعن نكاح ملك اليمين. ويسأل: هل يمكن الآن أن ننشئ في بلادنا مثلا سوقا للجواري؟ هل يمكن الآن أن أجلد إنسان أو أقطع يده؟ أو فيما يتعلق بالعبادات وقواعد الإيمان يقول: هذه أمور نسلم بها، فهي فروض ولا خلاف بينها وبين الزمن. بالنسبة للعلمانية لم يدخر القمني فرصة للتأكيد على أهمية العلمانية وحاجة المجتمعات العربية لها، لا سيما المجتمعات المتعددة الطوائف والعقائد، فهي حاجة ملحة لتنظيم الحياة المعاصرة، وهي بحسب قوله تعيد للحضارات القديمة اعتبارها وتقيم المساواة بين المواطنين، كما أنها تضمن الحقوق وحرية الاعتقاد، وتضمن بحسب قوله لكل مواطن حقه في العبادة والتدين، وهي في التوصيف السيسيوبوليتيك أسلوب لتنظيم المجتمع بعقد اجتماعي يتوافق عليه الجميع من أفراد وطوائف وأعراق وأديان ضمن عقد يصاغ في دستور يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع ويحقق تبادل السلطة بشكل سلمي عبر صندوق الانتخابات. فهي تقلل من هيمنة الدين وتحد من حضوره في مفاصل ومؤسسات الدولة، كما أنها لا تتصف بالجمود بل هي قابلة
للتحديث بحسب معطيات ومتغيرات الحياة. وتصبح الدولة من خلالها لكل المجتمع بكل أديانه وطوائفه، وليس حكرا على دين دون آخر أو جماعة دون أخرى. كما أنها من منظور الدكتور القمني تستبعد عوامل النزاع التاريخية بين الأديان، فهي لا تنحاز لدين ضد آخر، لذلك تقف بصرامة ضد الشمولية التي تزعم امتلاك الحقيقة المطلقة التامة والنهائية، وتمنع الدين من النزول إلى المشترك الاجتماعي العام، ولا تقر إلا القوانين التي يضعها الشعب عبر ممثليه دون التمييز في المواطنة لحقوق عنصرية أو دينية أو جنسية. فهو لذلك يرى ضرورة إبعاد الدين عن المشترك العام وحصره بالمعابد، وأهمية تهميشه في الإعلام الذي من المفروض أن يخاطب جميع المواطنين وليس فئة محددة دون أخرى.